الواقعية، الفاعلية، النتيجة، الأهداف. هذه طويلة من مارسيلو إلى رونالدو، رونالدو الحارس وعرضية وهدف أول ممتازة الكرة، وهيغوايين هو الذي يسجل الهدف الأول. ورونالدو مرة أخرى يلعب للفريق ولا يلعب لنفسه، يستدعي زملائه للاحتفال. هدف مبكر في الشوط الثاني بعد 40 ثانية من صافرة البداية تقريبا. الفرحة في مدرجات سانتياغو برنابيو. ومرة أخرى رونالدو يقوم بدور الصانع، يقوم بالأسيست، وهيغوايين يسجل سادس هدف لهيغوايين في هذا الموسم في الليغا، وأعتقد هذا الأسيست رقم 4 أو 5 بالنسبة لكريستيانو رونالدو الذي زاد في آخر مباراتين لاحقا. كان يستطيع أن يلعبها هو لكن قدمها لهيغوايين ليسجل أسيست ممتاز. الكرة بدأت طولية أمامية من جانب مارسيلو، ثم اللمسة الرائعة من رونالدو تعادل هدفا، لأن أي شخص، أقول أي شخص وليس أي لاعب، مكان هيغوايين بإمكانه أن يضع هذه الكرة في الملعب. هدف ممتاز، 1 من مارسيلو، 2 من رونالدو وهي التمرير الأهم، 3 من هيغوايين. الإمضاء نهائي في الشباك، ورونالدو يقول تعالوا تعالوا ورائي، تعالوا. لا يوجد حتى لو كان هناك خطأ. كريستيانو رونالدو مع الكرة الآن يتقدم. كريستيانو رونالدو أمام مدافع واحد هو تشيكا. هذه المرة يجنح كريستيانو رونالدو ويلعب كرة للوراء. ممتازة الفكرة وتصويبة رائعة 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 جدا من كاكا. هدف ثاني جميل، هدف ثاني رائع، تصويبة ممتازة من كاكا. ثاني هدف هذا الموسم لكاكا في الدوري الإسباني. ودائما الصانع هو كريستيانو رونالدو الذي تغير دوره في آخر مباراتين. بدأ يفضل أن يقدم الكرات، يقدم الأهداف على أطباق من فضة ومن ذهب، يوزع الورود، يوزع الابتسامات لزملائه. وهذا كاكا يحتفل، وهذا كاكا مبتهج مع طبعا زميله أتان الحارس الاحتياطي. وهدف ثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 من إمضاء كاكا الذي ضيع. لاحظوا العمل الذي قام به كريستيانو رونالدو، تقدم وتمهل ومرر للوراء لكاكا الذي صوب كرة مقوسة عن أقصى يسار الحارس كاستو، تلامس القائم وتسكن الشباك. هدف على الطريقة البرازيلية، بنانا شوت، كرة مقوسة، كرة ممتازة. هدف ثاني للريال، هدف ثاني للملكي الأبيض، ولا شيء للملكي الأخضر. جدا مواهب اللاعبين، لكن لابد أن يعني ننبه على التصرفات غير المستحبة. هذه خطيرة الكرة لو مرت، خطيرة لو مرت، وبالفعل مرت وسجل هدفا أول خورخي مولينا لمصلحة بيتيس في الدقيقة 69. ينجح في العودة بفريقه إلى المباراة. قلت خطيرة لو مرت لأن دفاع ريال مدريد كان في لحظات ارتباك، ونجح مولينا في إحراز هدف أسعد جماهيره. وطبعا يعني هذا أول هدف لمولينا في هذا الموسم. والحقيقة أن ظاهرة السفر مع الفريق في الدوري الإسباني أو في الكرة الإسبانية ليست مألوفة كثيرا، لكن بيتيس صعب الدرجة الثانية، ويعني المرتبط بقوة مع جماهيره ترافقه وتأتي معه. هنا طبعا الهجمة بدأها سيرخيو وتابعها سانتا كروز، ثم انتهت عند مولينا الذي أطلقها في الشباك، لأن الكرة بالفعل مرت ووصلت إلى مولينا فأخذها وصوبها بيسرى عن يمين كازياس الذي يطالب بتسلل. يبدو لي لا وجود له، لأن سانتا كروز عائد للتسلل ولم يشارك في هذه الهجمة. إذا هدفين مقابل هدف واحد لريال مدريد. إذا بالفعل بيتيس لم يستسلم، وبيبي ميل مدربه لم يرمي بعلامة الاستسلام بعد. ولكن هنا هدف ثالث مباشرة، رد فوري من هيغوايين، ويعادل رقم كريستيانو رونالدو بالهدف السابع. هيغوايين شهية مفتوحة على التسجيل، مرة أخرى يشترك، مرة أخرى يسجل ويضرب بقوة. بعد أقل من دقيقة واحدة من هدف بيتيس ينجح هيغوايين في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 70 من عمر المباراة، نتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. مرة أخرى يطل هيغوايين ويضرب بقوة. هدفين لهذا اللاعب، والأهداف الأربعة في الشوط الثاني من عمر المباراة، الشوط الثاني الأفضل. ولكن كريستيانو رونالدو الأنظار عليه والتساؤلات. يعني هيغوايين سجل 5 أهداف في آخر مباراتين وفيهما لم يسجل كريستيانو رونالدو. لاحظوا المرور، لاحظوا الدخول، هدف أرجنتيني خالص، والزاوية الضيقة والكرة في الشباك ممتازة من هيغوايين. لاحظوا الكرة يمر هيغوايين ويضعها أرضية في المرمى ويحرز الهدف الثاني. تمريرة دي ماريا وعملية الإنهاء من جانب هيغوايين،
والنتيجة 3 لريال مدريد مقابل 1 لفريق هذا المدرب الذي ربما سلم بالأمر الواقع الارتكازي لريال مدريد. دي ماريا يتقدم ويعطي كرة مرة أخرى، هيغوايين ساقط الكرة في المرمى. هدف رابع رائع، هدف رابع رائع، وهيغوايين يضرب بقوة من جديد ويحقق الهاتريك الثاني على التوالي. خلاص بنزيما سيبقى على الخط، هيغوايين يبقي بنزيما على الخط، يبقيه في المقعد، يعيده إلى الاحتياط باثنين هاتريك في مباراتين فقط. في مباراتين هيغوايين يسجل 6 أهداف ويتخطى كريستيانو رونالدو الآن ويعادل رقم ميسي. الآن يتساوى هيغوايين مع ميسي في صدارة الباتشيتشي. 3 أهداف في آخر مباراة و3 أهداف هذه الأمسية و3 أهداف مع الأرجنتين في مباراتين، يعني 9 أهداف في 4 مباريات مع النادي والمنتخب. رائع هيغوايين، ودائما يمرر له دي ماريا وتشيك كرة من فوق الحارس في المرمى. هدف رابع رائع من إمضاء غونزالو هيغوايين دائما، وهيغوايين يتساوى مع ميسي في صدارة الهدافين الأرجنتينية الخالصة على رأس الليغا. إذا يخرج مسعود أوزيل ويشترك كوينتراو